مدفع الإفطار تقليد بدأ بالصدفة وأصبح رمزاً يجمع الصائمين في رمضان. في القرن الخامس عشر أثناء حكم السلطان خوشقدم كان الجنود يختبرون مدفعاً جديداً في قلعة القاهرة، فانطلق مصادفاً آذان المغرب. سارع أهل المدينة إلى القلعة معتقدين أن السلطان أمر بإطلاقه تنبيهاً للصائمين، فشكروا له هذه المبادرة. أدرك السلطان أهمية هذا الحدث وقرر اعتماد المدفع تقليداً يومياً في رمضان ليصبح جزءاً من الطقوس الرمضانية في مصر. ومع توسع التأثير الثقافي المصري انتقل هذا التقليد إلى ليبيا والجزائر عبر القوافل التجارية والفتوحات الإسلامية. في طرابلس وبنغازي أصبح مدفع الإفطار رمزاً لبدء وقت المغرب، وفي الجزائر العاصمة وقسنطينة ظل المدفع يطلق يومياً من قصبة الجزائر حتى خلال فترة الاستعمار الفرنسي الذي حاول منعه دون جدوى. رغم انحساره يبقى مدفع الإفطار رمزاً لأجواء رمضان الأصيلة.